هنبدأ حلقتنا مع أحمد سنبل في دينك حياتك على راديو في السكة. مساء الخير على كل مستمعينا مستمعي راديو في السكة. معاكم أحمد سنبل وبرنامجنا المتجدد دينك حياتك. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، كان الموضوع عن الجنابة وازاي الغسل من الجنابة، ولكن احنا طبعا الفترة دي بنتكلم عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واكتشفت ازاي احنا بنتكلم عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما نتكلمش عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا شفت ان احنا لازم نقسم الحلقة لجزئين. الجزء الأول نتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ازاي أخلاقه في معاملة الناس، في معاملة نسائه، في معاملة أحبابه، في المعاملات كلها، لأن ده شيء أساسي عشان نقدر نوصل للكمال أو لجزء من الكمال ونقرب من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وهو اللي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن الدين هو المعاملة. الإنسان أنت بتعرفه منين؟ بتعرفه من معاملته. حتى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناها ان انت ما تقولش ان انت تعرف فلان الا لما تكون اتعاملت معاه. ما ينفعش تعرف واحد كده، ما في ناس كويسة بتعاملها ويطلعوا كويسين من بره، لما تيجي بقى تتعامل معاه في الماديات والشغل والمواعيد تلاقيه مختلف. فطبعا دي حاجة ما ينفعش الواحد يبقى نتعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تكونش أخلاقنا زي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا شفت إن احنا لازم نقسم الحلقة لجزئين ونتكلم فيها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونهتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو هنحاول ان احنا نناقش المشاكل اللي بتقابل المجتمع. اي حاجة مشكلة هننزلها على الفيس ونقدر نتكلم فيها برضو، بحيث ان احنا نشوفها الدين الاسلامي اتكلم عنها ازاي، النبي عليه الصلاة والسلام اتعامل مع هذه المشاكل بالطريقة ازاي. ليه؟ عشان كل هدينا وطريقتنا واسلوبنا في المعاملة مع الناس ومع مثلا اصحابنا، مع زوجاتنا، مع اقاربنا، يكون كله على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا انا شفت ان احنا لازم نتكلم عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وخلق النبي عليه الصلاة والسلام ورد احاديث كثيرة جدا عنها، تمام؟ فهنتكلم على سبيل المثال وليس للحصر، وبعد كده نبتدي بقى نتكلم، ناخد حديث كده عن الاخلاق ونتكلم ونفصصه ونشوف احنا بنتعامل ازاي وايه المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا. وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة، والحاجة التانية إن الأخلاق الحسنة سبب في محبة ربنا سبحانه وتعالى للعبد. الأخلاق الحسنة من أسباب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن يكون الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب. الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد. الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعمر الديار. الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان. طيب تعالى نبتدي بقى في أول حتة كده ونتكلم عن الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة. طبعا يا رب كلنا ربنا يكتب لنا إن احنا نكون في الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونكون مبسوطين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، ويسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اتكلمنا عن الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة، في حديث مهم جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، ونحاول نركز فيه جدا. ليه بقى؟ لأن دوت بيبين ان الأخلاق الحسنة ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عليها وحث عليها جامد جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا،
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم صل على النبي. شوف دي، وهنعيده تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طيب هنبتدي بقى نفسر الحتة حتة كده ونشوف احنا فين من الثلاث حاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها. أنا زعيم ببيت في يعني ربض الجنة، يعني أول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محق. المراء هنا اللي هو الجدال، يا ما بتحصل بيننا وبين زمايلنا او بين اقاربنا او بين اي حد احنا عارفينه، يحصل جدال بيننا في حاجة انت مثلا عارف ان هي صح وان انت محق فيها، ولكن التاني بيغلط فيها، فبيوصل الموضوع ان الاتنين بيتخانقوا او يحصل بينهم مشكلة، او ان هم مثلا بعد الخناقة تحصل مشاكل او ان هم يتخاصموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يوصلنا للمرحلة ديت، فبيحاول ان هو يقول لنا لازم نحاول، حتى لو انت الجدال بتاعك ده كان على حق، سيبه لله يا اخي، سيبه لله. وانا زعيم ان انا هديك، ان ربنا سبحانه وتعالى هيديك بيت في اول الجنة. تاني حاجة بقى: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. يا بتحصل معانا كتير، دايما نحب نهزر والهزار بيبقى دايما بكذب، ونقول كذبة إبريل. يا جماعة نحاول، الكذب أصلا غلط وإن مش مفروض علينا، زائد إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيحسنا وبيقول لنا إن احنا ممكن ربنا يكتب لنا إن شاء الله بيت في وسط الجنة للي ترك الكذب وإن كان يعني انت بتكذب اكنه هزار، يعني بتعالى هنا هنا البتاعة دي هتقطع منك، او مثلا بتهزر مع صديق او واحد صاحبك او واحد انت عارفه وبتقول له خلي بالك، وفي الاخر تضحك عليه انا كنت بضحك معاك مش عارف ايه. لا، نحاول ان الكذب ده نحاول نبطله. ليه؟ لان الرسول عليه السلام نهى عنه، حتى وان كان مازحا. حتى في تداركني يعني موقف أحد الأئمة الأربعة، ولا أذكر هذا الأئمة، يعني سواء الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي أو الإمام مالك، لما كانوا بيجيبوا أحاديث النبي عليه السلام، أحد الأئمة دول راح، طبعا كانوا بيسافروا يعني أميال عشان يجيب إن واحد سمع حديث عن النبي عليه السلام ويبتدي يعمل حصر ليها. الناس دي يا جماعة تعبت عشان تجمع لنا أحاديث النبي عليه السلام وتعلمنا وتفهمنا. فطبعا لما حصل ان هو راح ولقى يعني الشخص دوت معاه هيعرفه على حديث النبي عليه السلام قاله، فوجد بقى؟ وجد ان هو البعير بتاعته عايز يقربها منه، تمام، هي كانت بعيدة عنه شوية، فبيعمل لها في الثوب او بيضحك عليها في الجردل انه جايب لها اكل وما طلعش فيه اكل. فين؟ في هذا الثوب او في القصعة اللي بيتحط فيها الاكل مثلا لهذا الجمل عشان ياكل. فعلى طول هذا يعني الائمة حصل ان هو مرضاش ياخد الحديث من هذا الرجل. ليه؟ لان انت لو بتكذب على بعير او بتكذب على اي حاجة، هتكذب ان انت ممكن ما تقولش حديث عن النبي عليه السلام يكون صحيح 100%. فلذلك مرضاش ياخد منه الحديث. طيب دوت في وسط الجنة، والنبي عليه السلام يعني بيقول انا زعيم، يعني هو يعني ان هو متأكد ان الحاجة دي هتكون ليك بإذن الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى، هو اللي قايل له طبعا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وببيت في أعلى بقى حاجة بقى للي خلقه كويس، للي خلقه زي النبي عليه السلام، للي خلقه بيحاول ان هو دايما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وان هو تكون اخلاقه طيبة وتكون اخلاقه كويسة وتكون اخلاقه يعني عشان يفوز بجنة ربنا سبحانه وتعالى ويمشي على هدي النبي عليه السلام. ليه؟ لان هو بيعمل زي اخلاق النبي عليه السلام، وبيشوف النبي عليه السلام بيعمل ايه وبيعمل زيه. لذلك يا جماعة الحديث ده مهم جدا،
لازم نركز عليه، نحاول نذكره لينا، لأولادنا، لأصحابنا، لقرايبنا. ليه؟ عشان تخيل انت ربنا هيديك بيت في أعلى الجنة. لمين؟ لحسن خلقه، ودي أعلى مرتبة، واحنا عايزين نوصل لهذه المرتبة العالية. فاصل وهنرجع لكم على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. بتموت في قصص الرعب؟ بتحب الألغاز اللي تحيرك وتخوفك في نفس الوقت؟ نفسك تسمع قصص خيالية وحقيقية كمان؟ مين اللي هتقعد تستناه علشان تسمع كل الكلام ده؟ محمد جويلي في المحكمة، يوم السبت من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، ساعة كاملة هتترعب فيها على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع أحمد سنبل في دينك حياتك على راديو في السكة. ورجعنا لكم من الفاصل مع برنامج دينك حياتك. احنا اتكلمنا في قبل ما نروح للفاصل ازاي نحسن اخلاقنا، واتكلمنا عن حديث يعني واختصر وسريع، عشان زي ما بنتكلم عن احاديث النبي عليه السلام وازاي نشوف الفقه والتوحيد، لا اتكلمنا كمان عن خلق النبي عليه السلام، عشان لازم الخلق الاول، وبعدين نتعلم ازاي نكون يعني نعمل بالفقه وبالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحديث رقم 28 عن الغسل والجنابة. احنا النهاردة هنروح للحديث رقم 29، واللي هو برضو بيتكلم عن الجنابة والغسل، وهيكون في كذا حديث فيه لانه مهم جدا يا جماعة، ولازم نركز في موضوع الغسل والجنابة. فهنبتدي نقول الحديث دوت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءا للصلاة، ثم يخلخل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هناخد بقى الكلام الجميل بقى بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف بقى الدنيا ماشية ازاي. اغتسل من الجنابة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا زي ما انا كنت قلت لكم قبل كده غسل الجنابة ازاي، بس طبعا هنقول تاني وتالت ورابع عشان نتعلم ونمشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وناخد كل الثواب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ان هو غسل ايديه تمام الاول، ثم توضأ وضوءا للصلاة، اكنك بتتوضأ عادي، انت دخلت الحمام بتغسل ايدك عادي. ليه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغسلها؟ عشان هم هناك كان الاول يعني مثلا بيبقى في اناء فيه ميه فبينضح عليه بيغسل ايده، عشان لما يجي يغتسل بعد كده تكون الميه نظيفه. واحنا برضه عندنا حنفيه ربنا كرمنا، بنفتح الدش بنغسل ايدينا برضه. بنتوضأ وضوء للصلاة، ثم يخلخل بيديه شعره. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره كثيف وطويل، فكان يدخل المية ويدعك بإيده كويس بين الشعر عشان المية تخش. وطبعا الموضوع ده يعني الشباب دلوقتي أغلبنا كلنا يعني شعره قصير مش طويل ومش كثيف قوي، فأول ما بيحط المية على شعره ويدخل إيده خلاص المية دخل كلها. ولكن في نقطة مهمة جدا بنقولها لإخواتنا البنات والسيدات اللي هم بيغتسلوا، إن هم يحاولوا إن هم، لأن طبعا بيبقى شعرهم طويل وكثيف،
فيعملوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ان هم يخلخلوا المية كويس، تكون دخلت على فرو الراس او وصلت لمنبت الشعر، تمام. وبعد كده الشعر كله، يعني مش ان المية بتضرب كده على طول من بره، لا، ما وصلت كده مش هتوصل لفروة الراس، لا، لازم ولابد ان احنا ان المية تخلخل يعني الشعر وتنزل على فروته، اذا اظن انه قد اروى بشرته، يعني توصل لغاية البشر. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ ان هو احنا كنا بنقول ساعات ممكن تغسل جنبك الايمن وبعد كده جنبك الايسر، وبعد كده الميه كلها تنزل عليك، او افاض على نفسه الميه كلها 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ان هي والنبي عليه الصلاه والسلام كانوا ساعات بيغتسلوا سواء، فكان بيكون في اناء واحد، هو ياخد شويه وهي تاخد شويه، فيجوز ان الرجل والسيده المتزوجون ان هم بيغتسلوا سواء في نفس الاناء، لان ده رؤية عن النبي عليه الصلاه والسلام. والسيدة عائشة قالت ان اغتسلت مع رسول، كنت اغتسل مع النبي عليه الصلاه والسلام من اناء واحد نختلف منه جميعا. برضه هنحب نقول المعنى الاجمالي هنا اللي هو موجود في الكتاب. انا قلت لكم اللي انا فاهمه واللي قريته وفهمته، برضه نحب نقول الكتاب بيقول ايه. المعنى الإجمالي: تصف السيدة عائشة غسل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين زي ما قلت لكم وفهمتكم، حينما يتناول بهم الماء الطاهر عشان تكون مية، حتى لو كان فيها نجاسة أو مش نظيفة المية تغسل إيديك الأول. وتوضأ كما يتوضأ الصلاة. طبعا الوضوء الصلاة احنا عارفينه وقلنا كذا مرة واتكلمنا عليه في الأول، وهنرجع نقوله تاني ونفهم بعض أكثر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شعر كثيف فإنه يخلخله بيده وفيهما الماء، بيدخل المية زي ما أنا فهمتكم. حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، قلنا البشرة أو أصول الشعر، وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده، تمام. ما يؤخذ بقى، ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو والسيدة عائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا، يعني إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغترف مع السيدة عائشة من إناء واحد. ما يؤخذ بقى من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة، سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد الإيلاج، كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. في نقطة هنا قلتها قبل كده ولازم ناخد بالنا منها بين الرجل والمرأة المتزوجون، ان طبعا الرجل او الولد او البنت اللي لسه ما جوزوش بيحتلموا او الاحتلام ده لابد منه غسل الجنابه، ولكن في اضافه جديده للناس اللي هم متجوزين، اللي هم حصل ان هم اذا زي حديث النبي عليه السلام في معناه اذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني اذا التقى الزوج والزوجه ودون انزال من الزوج او الزوجه، برضو ما دام الختانان لمسوا بعض وجب عليهم هما الاثنين الغسل هنا، حتى لو لا ينزل مني او يحصل علاج عند المرأة، تمام. اظن صريحة وبينة عشان كل واحد ياخد باله من الحتة دي، ممكن ساعات بالناس بتسهم ما تاخدش بالها. تاني حاجة أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل باقي البدن. تالت حاجة قولها كان إذا اغتسل، يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يحصل جنابة لازم يغتسل، ودي حاجة معروفة. جواز هنا بقى الحتة دي مهمة جدا، جواز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر وغسلهما من إناء واحد. طبعا عشان في ناس كانوا يقول لك اللي ينظر لعورة المرأة أو الرجل أو المرأة تنظر لعورة الرجل ده حرام أو ما ينفعش، لا، ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى وهو معلمنا وهو مرشدنا إن هو كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله عنهم من إناء واحد، فيجوز إن الرجل والمرأة إن هم يغتسلوا سوا ومن إناء واحد كمان. تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة،
عدا غسل الرجلين فإنه مؤخرا بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. برضو في حديث لسه هتيجي وتبين لنا انت برضو النبي عليه السلام كان بيأخر غسل الرجلين. ليه؟ لأنه هو مثلا بيتحرك من المكان اللي هو كان اغتسل فيه لمكان تاني مثلا ما يكونش فيه نجاسة ويبتدي يغسل رجله، لأن القدم بتكون تحت تلوثت أو أصابها النجاسة أو مش نظيفة، فلازم بعد ما تغتسل جسمك فوق الجسم كله تغتسل ان هو بيغسل رجله لوحده. قولها ثم توضأ وضوءا للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. قلنا ايه هو الحدث يا جماعة؟ ما هو في ناس برضه هترجع تسأل، ممكن يقول لك ايه الحدث الأصغر وايه الحدث الأكبر. الحدث الأصغر اللي هو البول أو الغائط، واللي احنا اتعلمناه لما بيحصل لازم تتوضى منه. الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، اللي هو الاحتلام سواء للرجل أو للمرأة أو الجماع بين الرجل والمرأة لازم يحصل غسل، فهو ده اسمه الحدث الأكبر. فيدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع، يعني الوصف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لطريقة غسل الجنابة دي تخليك تطلع لم تصلي على طول، مش محتاج ان انت ترجع تتوضى تاني، انت اصلا اتوضيت وبعد كده المية غسلت جسمك كله، فانت كده خلاص اتوضيت وجاهز ان انت تطلع تصلي. فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء الجنابة ورفع الحدث الأصغر واحد. تمام. فاحنا دلوقتي بينا، انا مش عايز اخش يعني ممكن معايا احاديث تاني اللي هو الحديث رقم 30 معايا بتاع برضو الجنابة، بس انا مش عايز ان انا اكون يعني محمل عليكم. انا اهم حاجة عندي ان المعلومة تكون خفيفة بسيطة، قلناها وعدنا فيها وزدنا فيها عشان الواحد يعني زي بيقولوا ما يملش يسمع الموضوع، يقدر ينفذه، يقدر يحفظه معانا من الحلقة ديت للحلقة اللي جاية. اتكلمنا عن نقطتين مهمين جدا ومشكلتين مهمين جدا، ان رقم واحد ولازم نمشي عليهم بالتوازي، الاخلاق يا جماعة. الاخلاق جدا بقت متدنية في المجتمع جدا، وبقت مشاكل بتحصل كبيرة جدا بسبب عدم وجود الاخلاق، عدم ان الصغير بيحترم الكبير، عدم ان الكبير بيحترم الصغير او يحن عليه او يعامله بطريقة مهذبة. هو مش عشان انا اكبر من الصغير عامله بقسوة، عامله بطريقة وحشة، لا ما ينفعش. لازم يا جماعة ناخد بالنا من الحاجات البسيطة ديت، لان دي حاجات مهمة جدا، هي دي اللي هتوصلنا ان شاء الله لبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. تمام. فيا جماعة لازم نركز على الاخلاق قوي عشان نقدر نوصل ان احنا نخش الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقدر نطبق احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هتوحشوني للحلقة اللي جاية، وان شاء الله يعني انا برضو فسرت الحتة اللي هي بتاعة الجنابة، ولو يعني في حد مش فاهم حاجة ممكن يبعت لنا على الفيسبوك وعلى صفحة الراديو بحيث نبتدي نشرحها ونفسرها اكتر واجيب لكم معلومات اكتر. انا زي ما قلت لكم بحاول اعلم نفسي اولا، وبعد كده بشرح لكم وافهمكم، اذكر نفسي واذكركم. ليه؟ لان يعني الواحد الا بذكر الله تطمئن القلوب، وفذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فيعني برضو انتم ممكن لو في حاجه ناقصه مني او يعني ان انا ما اتكلمتش عنها او شايفين لازم اتكلم عنها، ممكن تفكروني وتذكروني. وانا يعني مش فقيه في او يعني مذاكر او ان انا متعلم اصول دينية كبيرة، ولكن انا انسان عادي بسيط بحاول اتعلم واعلمكم وافهمكم واوصل لكم معلومة بطريقة بسيطة، يا ريت تقدروا تستفيدوا منها وانا استفيد منها، ودايما تدعوا لي. وان شاء الله اشوفكم في الحلقة اللي جاية وبرنامج دينك حياتك.